انت متوترة مجهدة حاسة ان انت شايلة اكتر من طاقتك، ولا خلاص ده بقى احساسك الطبيعي؟ الضغط النفسي بقى جزء من حياتنا، مش استثناء، بقى يومي ساكن في دماغنا وفي جسمنا وفي نفسيتنا. النهاردة مش هقولك اهدي ولا فكري بإيجابية، النهاردة هنتكلم بجد يعني ايه ضغط نفسي وليه بننهك وازاي نتعامل مع الضغط من غير ما ننهار ونكبت. اولا يعني ايه ضغط نفسي؟ الضغط النفسي مش بس مشاكل كبيرة وصدمات او ازمات واضحة، احيانا الضغط بيجي من مسؤوليات متراكمة وتوقعات عالية من نفسك، او احساس انك لو وقفت دقيقة الدنيا هتقع، او انك دايما لازم تبقي قوية. الضغط النفسي هو ان جسمك ونفسيتك شغالين اكتر من طاقتهم لفترة طويلة. في شوية علامات بتقول انك مضغوطة حتى لو انت بتقولي انا تمام. صداع متكرر، عصبية او دموع من غير سبب واضح، ارق او نوم تقيل جدا، فقدان الشغف او احساس بالذنب لو ارتحتي. ده مش دلع، دي اشارات استغاثة. ايه غلطة كبيرة اننا بنكمل وبنسكت. كتير مننا متربيين على شد حيلك، غيرك مستحمل، ما تضعفيش، فبنتجاهل الضغط ونكمل لحد ما ننهار او نمرض او نطلع الضغط على نفسنا واللي حوالينا. طب ازاي اتعامل مع الضغط النفسي؟ اول خطوة اعترفي انك مضغوطة. اول خطوة للعلاج انك تقولي لنفسك انا تعبانة، من غير تبرير، من غير مقارنة، من غير جلد ذات. اي اعتراف مش ضعف، ده وعي. تاني خطوة فرقي بين اللي في ايدك واللي مش في ايدك. الضغط بيزيد لما نحاول نتحكم في كل حاجة. اسألي نفسك ده تحت سيطرتي؟ اشتغل عليه. مش تحت سيطرتي اسيبه وما افكرش فيه. مش استسلام، ده حفظ طاقة. تالت خطوة خففي حمل عن نفسك. مش لازم تعملي كل حاجة تعمليها لوحدك وتعمليها كاملة 100%. 70% أحيانا كفاية، والراحة مش رفاهية، ده ضرورة. رابع خطوة افتحي باب تتنفسي منه. الضغط ما بيطلعش لوحده، لازم يطلع بكلام مع شخص أمين، كتابة، مشي، رياضة خفيفة، أو صلاة أو تأمل، أو أي حاجة تفضي مش تزود. خامس خطوة حط حدود. من أكتر أسباب الضغط إننا مش بنقول لأ، بنرضي الكل وبننسى نفسنا. قولي لأ من غير شرح طويل، من غير إحساس بالذنب. الحدود مش أنانية، الحدود احترام للنفس. سادس خطوة اهتم بجسمك حتى لو بسيط. الجسم والنفس واحد. شرب مية، أكل منتظم، نوم أحسن شوية. مش لازم كمال، الكمال لله وحده، بس أي تحسن بسيط بيفرق. وأخيرا رسالة مهمة جدا ليكي، مش كل ضغط لازم نستحمله، مش كل وجع لازم نسكته. انتي إنسانة مش آلة، ومن حقك تتعبي ومن حقك ترتاحي. الخلاصة الضغط النفسي مش هيختفي فجأة، بس لما نفهمه ونتعامل معاه صح مش هيكسرنا. خليكي حنينة على نفسك، لأن مفيش حد هيعمل كده مكانك. بس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واعملي اشتراك، ولو استفدت منه شاركيه مع أصحابك. سلام.